اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده فيديو بتاعنا موجودين في محطه القطر في ايران وبالتحديد مشهد. بعد تقريبا 10 ايام لفينا فيهم ايران كلها، متحركين من مشهد راجعين تاني طهران عشان تقريبا ننهي رحلتنا في طهران ونروح على بلدنا الجديده اللي هنروحها وتستنوا فيديوهاتها. بس المهم احب اقول لكم ان الفيديو النهارده تجربه القطر في ايران ما بين مشهد وطهران. تجربه فعلا هتبقى مختلفه لان انا عمري ما ركبت قطر تقريبا غير في مصر من القاهره لاسوان، فالمره دي حاجه جديده. القطر اللي احنا هنركبه ده يعتبر بالنسبه للايرانيين غالي جدا ومش اي حد بيركبه، ب 18 دولار بس، يعني تقريبا 300 جنيه هنركب قطر في اي بي 12 ساعه ما بين مشهد وطهران. فيلا بينا نشوف تجربه القطر هتنتهي على ايه. المحطة كبيرة جدا فيها أكتر من 10 خطوط، يعني كنت فاكر إن القطر في طهران في إيران مش حاجة، بس إحنا دلوقتي الخط بتاعنا ده خط طهران. ده الفرق ما بين القطر القديم بتاع عامة الشعب وده القطر اللي إحنا هنركبه. بدأت أشوف الكباين أهي، كباين شكلها نظيفة جدا، بس بسأل الجاد اللي معانا بقول له هي دي الكابينة بتاعتنا، بيقول لي دي ولا حاجة بالنسبة اللي إحنا هنبقى فيها. فيلا بينا نشوف هتبقى عامله ازاي. كابينة غير ما توقعتها تماما. عندنا هنا السريرين واربع كراسي. الكابينة كلها هتبقى ليا انا وجاي بس والجايد بتاعنا. الصراحة متوقعتش ان ممكن تاخد حاجة زي دي ب 300 جنيه بس 12 ساعة، فمتحمس جدا ل 12 ساعة بتوعنا اللي على القطر ده. يلا بينا نتفرج هيعدوا ازاي. خليني افرجكم بقى ايه بيدونا بال 18 دولار كمان اللي هم 300 جنيه. اول حاجة في تفاحة وبرتقانة، وعندنا بقى البوكس الجميل ده. بصوا في كيكة، وفي هنا مناديل، وفي شاي وقهوة، في نفس الوقت عندنا مية وعصير، وعندنا بقى ايه شبشب زي بتاع الفنادق، وعندنا الكيس ده خلينا نشوف فيه ايه. اوبا، كيس فيه فرشة سنان وبتاع جزم وكمامة. في نفس الوقت هنا عندنا الملايات، وغير كل ده بيدونا وجبه. فانتوا متخيلين مع كل الكلام ده ب 300 جنيه تقريبا انت لو عايز تشتري شويه الحاجات دي في اي حته في العالم هيبقوا ب 300 جنيه. بس كمان كده اول ما قعدنا عشان نسخن بس هم هيدونا وجبتين، ما طلعش وجبه واحده، ادونا فوق الوجبتين سندوتش عشان نسخن بيه الموضوع. وازازه كوكا كولا اسمها ايه؟ زمزم. هنا كوكا كولا اسمها زمزم. خلاص اتحركنا، ده من 12 ساعة هيبدأوا من دلوقتي، وأظن 12 ساعة مفيش أكتر من كده دلع. تقريبا ما ركبتش قطر كنت متحمس له كده في حياتي، رغم إن هو قطر طويل ومسافة طويلة، بس فعلا يستاهل إنك أصلا تجرب وتاخد القطر كتجربة. مش بس بيدونا وجبة، فهم جم عشان يسألونا تحبوا تاكلوا إيه. في 2 أوبشنز في المنيو، في كباب وفي فراخ، فالاختيارات هنا واسعة، وكل ده ب 300 جنيه. خليكم فاكرين إن كل ده ب 300 جنيه. طيب ده كان القطر من جوه الأوضة، ودي الطرقة اللي إحنا فيها أوضنا. خليني بقى أفرجكم على الحمام سريعا، أنا لسه ما دخلتوش. خليني افرجكم على الحمام بقى سريعا، انا لسه ما دخلتوش. هذا هو الحمام، في حوض هنا نظيف جدا، وفي قاعدة التواليت نظيفة جدا، وهو ده حمام القطر. الصراحة المشكلة الوحيدة ان ريحته وحشة اوي. ودلوقتي نطلع
على الاريا بتاعة البوفيه وبتاعة القعدة، عشان لازم نشتغل ونمنتج لكم شوية فيديوهات. يا رب تكون عاجباكم. مفتش بمان Chicken open finish. ده المكان ناكل finish. فيه وفي نفس الوقت نشتغل فيه. بص Only النظافة concept. عاملة ازاي. الناس اللي شغالة هنا كمان جاهزة. Only نفسها concept. نظيف جدا. عندي ده. عندي ليفربول. لا دانيال ليفربول. محمد صلاح. محمد صلاح فيري جود. محمد صلاح وهبك. محمد صلاح فيري جود. تمام. ثانك يو. شكرا ممنون. ممنون. الاكل زي اكل الطياره زي ما انتم شايفين، بس عندهم اختيارات كتير تختار ما بينهم. Friend. الاكل وصل. توقعت حاجه اكبر من كده الصراحه، بس مش بطال. الطرق مع كل الحاجات اللي اداها لنا اظن ده كفايه قوي كده. شوف ماتشز. طيب الاكل نزل، احنا طلبنا كباب، بس غريب ان هو بيديك السكينه دي عشان تفتحه، مش زي بتاع الطياره لازم زي السردينه كده. نو واي. افتحه وارجع لكم. طيب احنا الكباب اهو زي ما قلت لكم، فتحته ورجعت لكم. الكباب اهو مدينا كوكاكولا. ثانك يو يا ابن اللذينه. عايز يخليها تفور. شكرا جاي، شكرا. يور باد اس. ندوق بقى ونشوف هل الدنيا فعلا جامده كالعاده في الاكل هنا ولا ايه. Delicious. Whisky mi kaldı ya? Whisky. جود جود. Oh, very يو ونت ويسكي. الناس اللي ورانا دول مش طبيعيين، بيتهبلوا لما يشوفوا اجانب. بحس نفسي ان انا جاي من الفضاء. الين. احنا تقريبا دلوقتي عدى 3 ساعات من الرحله ال 12 ساعه في القطر. بقى لنا حبه عمالين نإيديت، وجاي فوق نايم. هاو ذا باد سو فار. جاي بياكل، فهنجيله في وقت تاني. للاسف طول الوقت بياكل. المهم يعني بيقولوا ان السرير مريح جدا، فانا هخلص شويه شغل وهطلع اجرب السرير بنفسي. وفي الوقت الراهن والحالي مفيش اي حاجه تانية ناكلها. بدأنا نجوع. الوجبه كانت صغيره الصراحه. عندنا لسه برتقانه وفي كوكاكولا وفي شويه قهوه. لسه صاحي من النوم بعد 12 ساعة تقريبا. أخيرا وصلنا طهران. بس كنت حابب أوريكم المخدة اللي كانت عندنا، لأن أنا نمت امبارح متأخر بعد ما كانوا طفوا النور، فما عرفتش أقول لكم حاجة. المخدة ده السرير اللي أنا كنت نايم عليه. الصراحة مريح جدا والوقت عدى بسرعة. مش عارف يعني أوصف إزاي 300 جنيه الحلوين اللي أخدوني من مشهد لطهران دول. صباح الخير. وبكده تقريبا ركبنا القطر الساعة 6:30، وصلنا الساعة 5:30. 11 ساعة بالظبط بقينا في طهران. فاضل لنا 3 أيام في طهران، هنصور فيهم كمان 3 فيديوهات. يبقى السفرية دي تقريبا صورت 12 أو 13 فيديو في 12 يوم، وده رقم أسطوري. يا ريت تقدروه، وأتمنى الفيديوهات تكون عاجباكم. ولو محتاجين أي حاجة تانية أصورها، وكمان استنوا البلد الجاية عشان أخطر من إيران وأحلى وأجمد. يا ريت ما تنسوش تدعمونا كالعادة، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.